مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست قدقه. اليوم معنا جوج ضيوف كما تعودتوا في الحلقات اللي فاتت. كنا كنجيبوا ضيف واحد، اليوم معنا جوج ضيوف كنفتخر بانني كنعرفهم من الصحفيين الواعدين اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم اوريدي بداو كيشقوا الطريق ديالهم بثبات. فبلا ما نطول عليكم معنا الثنائي الخطير دريس كنت نقول لك دريس مهدي وعمر. مرحبا بكم. مرحبا بك دريس، مرحبا بعمر، وسعيد جدا انني نكون معك اليوم في بودكاست دقائق. والله الا جدا. الله يحفظك سي عمر. مرحبا بك دريس، مرحبا بمهدي، مرحبا بالناس اللي كيتبعونا، وسعيد انني نكون معك اليوم. اليوم لاقيتكم بجوج وقال فراسك ما كانش في راسنا. اه ما كانش في راسنا، ما ما عرفتش ولا نتلاقى حتى الصباح. انا قلت سميتو قلت نفرقكم وما عرفتش اش غادي تقولوا على بعضياتكم. المهم مزيان بعدا مني ولكن تلاقيتوا اليوم فنهار كبير هذا تكونوا معنا اليوم في بودكاست قدقه اللي غنهضروا فيه على المنتخب الوطني. نديروا واحد الجرد لداكشي اللي طرا في المجموعات، بالاخص المباراه ديال البارح ديال زامبيا، ونهضروا شويه على اللعابه ونهضروا على الركراكي حتى هو لان حتى هو كان عليه الهضره بزاف هذا القناه غنهضروا عليه ونهضروا على الخصوم حتى هما اللي بانوا لكم مرشحه. نبداو بالمنتخب، نبداو بالماتش ديال البارح. نبداو بسؤال: واش يمكن نعتبروا مثلا الماتش ديال زامبيا ريفيرونس نبنيو عليه؟ بيان سور لا، حيت هادشي ديجا اللي اكدوا والد نيت في الندوه الصحفيه. ثاني حاجه فاش كتشوف القيمه ديال الخصم اللي لعبتي ضده بالمقارنه بالخصوم اللي مازال غتواجهها، بالمقارنه بالخصوم اللي كانت معك سواء في المجموعه ولا في باقي المجموعات، وبالتالي ما يمكنش ناخذوا ماتش ريفيرونس. نقدروا ناخذوا ريفيرونس من ناحيه ديال الطريقه اللي لعبنا بها، الطريقه باش قدرنا نوصلوا للبوطو، الطريقه باش لعبوا الدراري، الطريقه باش كانت الانيماسيون، الطريقه كيفاش المدرب فينالمون فكر يبدل شويه في لي شوا ديالو، سواء في الطريقه باش كيلعبها ولا حتى في الخيارات ديال اللاعبين. هذه هي النقطه الايجابيه، ولا بزاف ديال النقاط الايجابيه كتجمع في هذه النقطه هذه اللي ممكن نشوفوا فيها الماتش ديال زامبيا. وكان ماتش اللي احسن طريقه ممكن تنهي بها دور المجموعات هي هذيك من بعد الصفعه ديال الدوزيام ماتش ضد مالي، تصرفيقه بهذا المعنى ديال الدوزيام ماتش ضد مالي. دونك كان ماتش لتصحيح الاخطاء باش نعرفوا نوقفوا على الامكانيات ديالنا. يمكن في الماتش ديال مالي شفنا النقاط السلبيه، هذه المره عرفنا نحولوا من نقاط ايجابيه، وكانت مهمه جدا قبل اخر محطه اداء كما يحلو الزميل يوسف السويلي تسميتها. دونك كانت هذه هي النقطه الايجابيه في هذا الماتش هذا. اما باش تقول لي ناخذوا ريفيرونس ولا لا، راه واخا انا بالنسبه لي تمشي الكارت فينال ودوز وتمشي الويتيام كارت فينال دومي فينال ودوز، ما كاينش ماتش ريفيرونس. الريفيرونس هو الفينال، كيفاش غتربح هو لاكو، فهمتيني. نطرح لك انت السؤال: علاش طرحت هذا السؤال ديال الريفيرونس؟ لانه شفت الهضره من ردود الافعال ديال بعض الناس اللي كيحلوا. كاين اللي اعتبر مثلا هذا الماتش ريفيرونس، كاين اللي غيقول مثلا هذا الماتش ماشي ريفيرونس لانه المنتخب الزامبي ماشي ديك المنتخب اللي نبنيو عليه. مازال كانت ترى هذا الاداء قدام مالي نقدروا نقولوا انه ماتش ريفيرونس. وعمر شنو كيبان لك؟ بالنسبه لي باقي ما واجهناش منتخب من الصف الاول يعني باش نعتبروا يعني ريفيرونس في دور المجموعات. انا بالنسبه لي باش نرجع معك زعما دور المجموعات كان عندي واحد التخوف اننا نبداو مزيان في دور المجموعات، لان مثلا رجعنا غير النسخ الماضيه والنسخه ديال 2019 بالذات كنحققوا مجموعه من انتصارات، كنسيروا ب9 ديال النقاط. انتصارات حنا يمكن نعتبرهم انتصارات خادعه، كنمشيو للدور الثاني يعني كنمشيو بواحد الثقه زائده كما كنقولوا، غتخرج ب9 ديال النقاط كلشي كيتسنى منك انك تمشي بعيد. مزيان ملي وقعت لينا هاد الصفعه في دور المجموعات، خصوصا في الماتش ديال المنتخب المالي بديك النتيجه ديال 1-1. اولا كتخليك تعرف المشاكل اللي عندك في الفريق قبل ما تدوز للدور الثاني. ثاني حاجه نقدر نقولوا بحال كتنقص عليك الضغط شويه. مثلا كون حققتي 3 انتصارات غيبقى واحد الضغط كبير على الركراكي، وكل ماتش غيبقى داك الشك، غيبقى شويه الشك تماما. كل ماتش غادي دابا بحال كتخلي واحد الشك للجمهور، وداك الشك هو اللي كينقص عليك انت الضغط. مثلا كاين بزاف كانوا كيتسناو لا كوب دافريك، وكون حققتي 3 انتصارات بزاف د الجماهير تبقى تستناك كل ماتش غتحقق انتصار. هذه عقليه زوينه، ولكن انفو مثلا غتمشي للدور الثاني وغتدخل الماتش ديالك مثلا في دور 16 مع اي منتخب، غيبقى لك واحد الضغط انك ضروري خصك تحقق انتصار. مزيان. والضغط كاين هو كنا غنبقاو نتسناو في الصفعه.
الحمد لله القالب مني فينا جات- هو القالب. الحمد لله مني جات في وطرات مزيان، طرات احسن توقيت كان تقدر طرافي هو في ذاك الجوله الثانيه. دابا تخيلوا مع الدراري كون طرات لنا هاد الصفعه نسميوها في ادوار اقصائيه، كلشي غتقصى. كنا غنتقصى تماما. وشي الحاجه اللي فيها مزيانه هو انا ما وقعتش في الجوله الاولى ولا في الجوله الثالثه. في الجوله الاولى كتكون يلاه بادي الكومبيتيسيون ديالك، الجمهور كلشي كيتسنى كيفاش غتبان، والمنتخب المغربي عليه واحد المتابعه يعني اللي عالميه زعما مختلف الجماهير كتبعو. وحتى في الماتش ديال الجوله الثالثه غتخليك انك تدخل الدور الثاني اللاعبين مورالمون غيكونوا ما واجدينش. باكونطخ ملي كتكون في الجوله الثانيه كتخلي لك ديك المساحه فين تصحح الاخطاء ديالك، خصوصا في الماتش ديال الجوله الثالثه. وفيت انا في الجوله الاولى يمكن الخلاصات اللي خرجنا بهم في الماتش ديال مالي كانوا بزاف خرجنا منهم حتى في الماتش ديال الجوله الاولى. بالنسبه لي ما كانوش كيختلفوا بزاف، سورتو في البريمير ميطون ديالهم. الاسباب يمكن كتختلف من ماتش لماتش. النقطه اللي تكلم عليها عمر مهمه، وبزاف كيتكلموا مزاجيا على هذه المساله اللي كتقال بالضحك. الحمد لله بينالتي كان جا وحيدنا علينا، ولكن راه بصح راه ماتش اللي موالفين ديما كنشقوا به. بالنسبه لي حيدناه في الدوزيام دوزيام جورني ضد مالي، حيت نفس السيناريو هو اللي كنتقصاو به. ممكن تعادل ضد المنتخب المالي في ذاك الماتش، كون قدر الله طرا لك في لي تور اليميناتوار ومشيتي معاهم لي بينالتي ولا شي حاجه، كون اكيد ان الحظ ما غيحالفكش بالضبط بحال هذوك لي ماتش، حيتاش تو سامبلومون ما وجدناش ليه بالطريقه المزيانه ولا ما عرفتش شنو. وحتى المشاكل اللي كانوا في الماتش ديال جزر القمر ما مختلفينش على المشاكل اللي كانوا عندنا في الماتش ديال المنتخب مالي. يمكن نعتبروا بان النتيجه ديال الفوز اللي كان في الماتش الاول غطات على هذوك العيوب اللي كانوا في الاداء. ما في الماتش الثاني طحتي مع منتخب اللي اصعب منتخب كان عندنا في المجموعه ديالنا، منتخب اللي كيعرف كيفاش يجري لي كونتر اتاك ديالو. شفنا كيفاش اون فوا كان كياخذ كيفاش كان كيخرج من الضغط امام المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي خلانا واحد المساحه في الجوله الثالثه فين صحوا الاخطاء ديالنا، وفين سي وليد الكراكي يقدر يبدل شويه من التشكيله في الماتش او الثالث. نقولوا بالاصح ان وليد الركراكي شويه بدا كيقتنع بانه راه كاينين عيوب خصو يصلحهم، لان المشكله قبل البطوله وفي المباريات اللي كان كيفوز بهم، مني كانت كتطرح عليه الفكره ديال انه راه كاين مشاكل، كاين عيوب، كاين هذه، حاول تدارك الامور قبل ما ندخل لكاس افريقيا. راه كتشوفوا السبيتش ديالو انه كل جواب غالبا مرتبط بسلسله انتصارات اللي حققها. انتصارات، تيقول لك راه حنا كنربحوا سلسله انتصارات. انا زعما اسمح لي قاطعتك، سلسله انتصارات بالنسبه لي كتبان لي السلسله ديال الانتصارات يمكن نسميوها خادعه بهذا المعنى، لانك لعبتي ضد منتخبات من المستوى الثاني والمستوى الثالث، والحاجه العاديه هو انك خصك تحقق انتصارات مع دوك المنتخبات. يعني اللي ماشي عادي هو انك تتعثر مع شي منتخب. يمكن نعتبروا المواجهه ديال منتخب تونس ربما كانت اصعب مباراه في ديك السلسله كامله ديال الانتصارات. بالنسبه لي كانت سلسله ديال الانتصارات خادعه اللي غطات على العيوب اللي كانوا عند المنتخب الوطني، وحتى الانتصارات اللي كنا كنحققوا ما كانتش مقنعه بالنسبه يعني للاداء، حيت كنا كندخلوا مباريات وديه كنا كنتصروا بواحد 0 ولا 2-0، ولكن الاداء ما كانش كيقنعنا. اوكي مزيان. ندخلوا شويه في اللاعبين ونهضروا على الطريقه، نقولوا مثلا الخطوط ديال مثلا تاع الدفاع. نقولوا ياسين بونو ما تختبرش بزاف باستثناء كنظن الماتش الاول. لا ياسين هو اكثر واحد مازال تابعه باقي ولكن زعما انا اللي نقدر نتفائل به انه ياسين بونو ما تعطيكش احساس بانه واخا مثلا بحال الماتش البارح، واخا مثلا ما جاوش كرات بزاف، ولكن راه واخا تجي كره وحده كما طرف جوج القمر، جات كره وحده تصدى ليها. يمكن حنا باقي غنتفكروا داك البيلانتي اللي ديال مالي اللي داز لي من فهمتي. وكاين شويه ديال الحسره، ولكن ماشي مشكل. يعني انا نعاود نقولوها، مزيان يطراو لنا هادشي في المجموعات، مزيان يطراو لنا، لانه بحال هاد دي سيناريو هذوك كيخليوك تخاطر المشاكل اللي عندك في الفريق ابارك. يعني راه هما اللي كنتقصاو بهم، مثلا تعادل ولا ضربه جزاء ضائعه. وعندنا حنا قصه زعما ضربه جزاء ضائعه، وعندنا قصه مع الماتشات ديال الدور الاقصائي اللي منين نهضروا على الادوار الاقصائيه نطرقوا لهذه المساله هذه. بالنسبه لي كما قلت لك نعاودوا نرجعوا لبونو ما كيعطيناش احساس بانه راه واخا ما تجيش بزاف الكرات، راه في كره واحده ممكن مثلا. كاين عامل اخر ديال الخبره ياسين بونو، يعني ديجا كان مشارك مع المنتخب الوطني في نسخه قبل ديال كاس افريقيا، دونك ما كيخليش لك، وديجا كان في كاس العالم، يعني غيجري الضغط اللي عليه. كيبان لي زعما ياسين بونو ما يشكلش اشكال. شوف هي واحد لا كيسيون ديال المستوى ديال بونو هاد السيزون مع الفريق ديالو كيفاش داير. السيد كيلعب تيتولار، التنافسيه عنده، وبالتالي ما يمكنناش نطرحوا، ما يمكنش يكون عندنا تخوف. غا هو لا كاليتي ديال الخصوم اللي باقي غتواجه في الفينيسيون ماشي هي اللي كانت عند مالي، ماشي هي اللي كانت عند جزر القمر ميم زامبيا. داكشي اللي جاي صعب. غا هو عندك غارديان كما قال عمر اللي عنده اسيد اكسبيريونس باش يكون في ذاك البوطو ويدافع على ذاك البوطو. لعبوا ضد خصوم اللي عندهم لعابه بكاليتي كبيره، لعابه اللي في الفينيسيون بكاليتي كبيره، ولكن ياسين راه كيحبس في دوري اللي فيه نجوم كبار
بغينا ولا كرهنا اليوم الدوري السعودي فيه نجوم كبار وعندهم كاليتي حتى هما كبيره، وبالتالي ياسين ما يمكن هذه النقطه هذه ديال الكارديان الحمد لله ما مشكله لنا حتى شي حتى الكارديان البديل مثلا محمدي راه عندك تا هو محمدي اللي تا هو تقدر تحتاجو في اي وقت غتلقاه وغتدخل غتلقى هو لي كارديان بجوج، واخا ياسين هو ديما الاقرب. امتى غنحتاجوهم ديال بصح حيت تقدر اي ماتش يخرجوا لك لي بينالتي ولا شي حاجه بحال هكا، يمكن هذاك هو تما فين غتبان البصمه ديال ياسين. متفق معك. بالنسبه للخط الدفاع كانوا مشاكل في الماتش ديال المالي، وشفنا هادشي بالملموس. نقولوا احنا محظوظين او محظوظين شويه لانه منتخب مالي ماشي ديك المنتخب اللي عنده دي كاليتي هجوميين كثار بحال مثلا نهضروا على نيجيريا ولا السنغال ولا حتى مصر مثلا، ولا كوت ديفوار حتى هما، ولا حتى الكاميرون حتى هما عندهم كاليتي مزيانين في الهجوم. هاد المنتخبات هادو ما تلقانيش مع مالي عندها ميليو مزيان، عندها جروب مزيان يعني اللعابه اللي عندهم حلول فرديه، ولكن حتى هو راه المدرب زعما سد لينا الوسط ما خلى انت اللعابه اللي يقدروا يخلقوا الابداع ولا مثلا ما دخلهمش. فكان كما قلت لك يعني لحسن الحظ انا ماري ما عندهاش اسلحه هجوميه كثار، وحتى المدرب ما دخلش ديك الاسلحه ديالو اللي موالف كيدخلها. اش كتشوف هنا خط الدفاع عطا واش باقي مخوفين؟ بالنسبه لي الحسنه الوحيده اللي دارها وليد الركراكي في ذاك الخط ديال الدفاع اللي بالنسبه لي واحد من اكثر المسائل اللي ما عرفش يجيريها في هذا العام وما عرفش يحل المشكل ديالها هي ماسينا. التجريب ديال ماسينا مع نايف ولا حتى مع الياميق في دي ماتش اخرين كان هو احسن حاجه دارت في ذاك الخط ديال الدفاع اللي بالنسبه لي اللي كيتحمل المسؤوليه في اننا اليوم باقيين كندويو عليه بشكل هو وليد الركراكي. حيت جربوا فيه بزاف ديال اللعابه اللي اليوم ما كاينينش مع ليكيب ناسيونال وكنا متوقعين انهم ما غيكونوش مع ليكيب ناسيونال. ما عرفتش علاش كانوا كيتجربوا. هنا اخص بالذكر جمال حركاس في الوقت اللي كان ممكن يجرب سميات اخرى. بالنسبه لي خط الدفاع فيه مشكل ديال الاسماء، لانه فاش تستدعت اللائحه استنجدنا بسيس الحرس القديم وفاش كتستنجد بالحرس القديم كتبان انك فشلتي في انه تلقى ثنائيه اللي مزيانه. الوغ الاسماء كاينه ماشي عندنا ما يمكنش انك حنا كنشوفوا بلي الاسماء كاينه في الساحه وما جربناهمش كاملين، وكان عندنا الوقت فين نجربوهم. راه هذا هو المشكله يعني اسمح لي قاطعتك ديال انه حنا ضيعنا واحد الوقت كبير خصوصا بعد كاس افريقيا. بعد كاس افريقيا راه بان ان روما في كل مباراه وديه كنا كنشوفوا ثنائيه في شكل. داكشي علاش الدراري تكلمت على المساله ديال ماسينا، لانه ماسينا مازال بالنسبه ليا عنده اختبار واحد، هو الاختبار ديال فاش غنلعبوا ضد المنتخبات اللي غتضغط علينا بدي زاتاكون اللي مزيانين. انا كندوي على دي زاتاكون اللي كاليتي ديالهم كبيره، لوكمان، اوسيمان، ماني، نيكولاس جاكسون، المنتخبات اللي عندها دي زاتاكون مزيانين راه معروف. هذا هو الاختبار الوحيد اللي باقي ما تختبرش فيه ادم ماسينا. سينو جميع الاختبارات اللي تحط فيهم ادم ماسينا كان ناجح جدا. بالنسبه لي اليوم يمكن احسن لاعب كيخرج كره عندنا في الديفونس هو ادم ماسينا. الطريقه باش كان البارح كيشونجي الكره من الكوتي لكوتي كانت متقونه ورائعه، وهادشي درجه لان لا فورماسيون ديالو كارير غوش وديجا كيلعب كارير غوش. يمكن الفد انه كيلعب في ديفونس 3 ما فرقش وعاونوا بزاف. الحمد لله قدرنا نستغلوا واحد شويه من ديك المساله اللي كنت كنتمنى اننا نستغلوها بشكل كامل. عندنا بزاف ديال لي ديفونسور كيلعبوا في ديفونس 3 ما استغليناهاش. علاش؟ كيبقى الراي ديال المدرب. دابا دخلنا الكومبيتيسيون ما نقدرش نناقشوا، ولكن ادم ماسينا بالنسبه لي الا نجح في الاختبار ما يمكنش. الحاجه اللي خلاني هو ما يمكنش نجرب ادم ماسينا ضد هذوك المنتخبات حتى النهار ديال الماتش اللي ممكن يكون حاسم. ولكن الاشكال عاوتاني اللي كاين في الثنائي ديال الدفاع هو مثلا اللي عميق واحد اللاعب اللي اغريسيف بزاف يقدر يتسبب لك خصوصا في الادوار الاقصائيه يتسبب لك شي مشكل اللي كبير. هذا الشيء اللي قالوا مهدي قال لك انه خصنا نشوفوا قدام منتخبات اللي عندها حلول هجوميه اقوى من مثلا من زامبيا مثلا. بس حيت زامبيا البارح داكشي اللي شفنا انه المنتخب ضعيف تماما حتى في مساله ديال انه كيفاش يتعامل مع الضغط ولا كيفاش حتى ما كانوش كيعرفوا ما كيعرفوش يديروها. كان بحال واحد العشوائيه. فما نقدرش نقيسوا على انه ماسينا عطى اشارات بانه احسن من الياميق، ولكن راه الياميق حتى هو على ديك الياميق. الدراري انا الراي ديالي في الياميق واضح. الياميق واحد اللاعب ديال 20 دقيقه الاخرى لكن تيرابح تدخلوا يدير الماركاج شي اتاكون مزيان ولا شي حاجه. دابا نورمالمون الركراكي ماشي اول مره كيستدعيه، ديجا استدعاه في المونديال
ديجا استعاف من بعد ما بقاش كيستعيه باسباب ما عرفتش. كانت العوده ديالو في ماتش ديال تونس والمغرب. شنو كان كيقول عاود الركراكي فاش ما نرجعو. كان شنو كان كيقول الركراكي الدراري فاش ما كانش كيستدعي الياميق وكيسولوا عليه؟ كان كيقول جواد الياميق واحد اللاعب اللي كنعرفه، كنعرف النيفو ديالو وكنعرفوا كيفاش كيلعب وكنعرف امتى غنحتاجو. وجواد من واحد النوع ديال اللعابه اللي عندي انا في الريبرتوار اللي كنستدعيهم الوقت اللي كنحتاجو. دونك بالنسبه لي جواد الياميق حتى هو استنجدنا به، ولكن واش هو واجد؟ هذا هو الجواب هو لا، واجد. لانه لا السن ديالو لا التنافسيه ما كيسمحوش. جواد الياميق اخر ماتش لعب الاداء ديالو مهدي ما متفق معك. كان متواضع. جواد الياميق اخر ماتش لعب قبل كوب دافريك ومع المنتخب نيت، فاش كنقلب انا في الماتش ديالو ما كيلعبش مع نادي النجم السعودي اللي اصلا نادي كيتعتبر في الحلقه الاضعف في الدوري الروسي. وهذا مشكل انك تجيب لاعب تنافسيا ما كيلعبش، راه حتى ماسينا هو ما كيلعبش هذا اللاعب، حتى هو راه ما تيلعبش. يعني داك الشيء علاش كنقولوا ما نتسرعوش شويه بالحكم على ماسينا، نشوفوا قدام اختبارات اللي غيعطينا مثلا اشارات مع مثلا شي واحد سريع، شي واحد اللي غيحطو في دي سيتوياسيون اللي صعاب، ونشوف كيفاش غادي يتصرف. هذيك علاش سولت على الدفاع، لانه الدفاع هو ديك الحلقه اللي هي باش غنمشيو بعيد. الا ما كانش عندنا الدفاع سوليد، ما كانش عندنا دفاع ما كيديرش اخطاء بزاف وكتثيق فيه، ونهار غيتحط في اختبار غتقول راه غيخرج راسو مثلا نايف ولا ماسينا. وهذا المشكله، هذه من العيوب اللي كنعتقد انه الركراكي دارها، وما نقولش كيتحمل مسؤوليه، راه هو اللي كيتحمل مسؤوليه لانه هو اللي دارها، لانه كانوا عنده خيارات وهو بحال غمض عينيه عليهم، ما عطاش فرصه. بدا كيجيب مثلا، نعطيو مثال قبيله ذكر شي حركاس، كاين مثال اخر اللي ما كيتذكرش ديال عبقار اللي كنا كنجيبوه في 12 تجمع اعدادي، في الاخر كنكتشفوا حتى قبل قربات كاس افريقيا بشهرين حيت كنكتشفوا انه عبقار ما صالحش. انا بالنسبه لي من ماتش اللي شفتو، ما عرفتش عاقل الماتش اللي كنت شفتو فيه، بان لي ان السيد ضعيف. وحتى ملي كتجيبوا مثلا عبقار غتجيبوا باش تحطوا في الاحتياط، راه ماشي غتحطوا في الاحتياط غيبقى جالس كيتفرج، راه غتحتاجوا في شي وقيته، فغتعتمد عليه في واحد الوقيته. فعلاش جبتي 12 تجمع ومن بعد عاد اكتشفتي ان واش كايفين ان 12 تجمع عاد تبان لك ان عبقرنا ضعيف؟ حنا كنا الدراري كنستعملوا دوك لي ماتش ماشي باش نصحوا الاغلاط ديالنا، كان المنتخب كيستعملهم باش يربح ويحاول يكونفيرمي لنا ان كل شيء بخير. وهذا هو المشكل. وحتى طبيعه المنتخبات اللي واجهنا هنا في المباريات الوديه، في المباريات زعما الوديه اللي كنا لعبنا، ما كانتش مباريات اللي غتختبر بهم زعما خط الدفاع، حيت كانوا منتخب زعما مختلف من المنتخبات اللي كنا كنواجهوا. الكاليتي ديال اللاعبين اللي عندهم ما كانوش مزيانين، زعما ما تخلقش مشاكل بزاف، باستثناء المباراه ديال منتخب تونس اللي بالنسبه لي كانت اقوى مواجهه في المباريات اللي لعبناها. وحتى دابا في لاكوب دافريك ما كنظنش زعما باقي وقت يعني فين نجربوا ثنائيه ديال الدفاع في الدور الثاني. لا وحتى داك البوست راه يمكن نهضر على شحال هذه في لي زيميسيون عندكم. داك البوست ما خصكش تلعب فيه بزاف، والراجل يلعب فيه بزاف، يعني ما تكون ثابت على ثنائيه ديال الدفاع باش تدخل في الماتش الاول، وعاوتاني لاعب اخر ما واجدش جبتيه حيت تاريخيا عنده الاكسبيريونس. انا بالنسبه لي في هذه النقطه ديال سايس ما غاديش نطول فيها بزاف، ولكن النقطه ديال انك جبتي لاعب ظاهريا كيبان لنا انه لعاب غادي يعاوننا غير مثلا في الفيستير، نتفاجئوا ان تلقاو في الماتش الاول ضد جزر القمر. نتفهم سيدي جزر القمر خصم ضعيف، ولكن ماشي في الماتش الاول. على الاقل كون ندفع به هذا الماتش هذا كان يكون افضل. انا عندي قراءه اخرى على هذه المساله. انا كيبان لي بحال الركراكي ما راضيش على الاخرين اللي كاينين في الديفونس، كيفضل عليهم سيس. واش لا ماشي كيسون ديال انا هكا كتبان لي، وهذه بالنسبه لي مرعبه اكثر. لا ماشي نفكروا بواحد الاتجاه اخر، ان وليد ما عندوش الوقت باش يجيب واحد جديد يعطيه الثقه، وعاد غيبقى عاد باش هذاك اللاعب الجديد ينسجم مع الاجواء. ومثلا انا مثلا نعطيكم مثال، دابا عبد الحميد ايش بودلار، علاش ما نعطيوش الفرصه؟ دابا هذا هو السؤال. غنخافوا نغلط، غنخافوا مثلا انه يغلط، راه جواد لي ما يغلط، راه نايف راه غلط، وهادو لعابه اكسبيرونس، هادو لعبوا كاس العالم وعندهم الاكسبيرونس كبيره. سايس هو راه تيغلط، يعني علاش كنخافوا ان اللعاب مثلا جون انه يغلط؟ وهذا بعدا هذا راه الا غلط راه غنستافدوا منه، حيت راه باقي العمر قدامه طويل من انه هو كيقول راه شفتو في الندوه، راه قال انه انا الهدف ديالي انا كنطور. هو عارف. انا سمعت فاش كان جا مع والد في شي احدى الندوات، سمعت الهضره ديالو انه هو عارف. وهذا هو اللي عجبني انا في اللاعب او لا حتى المدرب، كيعرف انه
راه كيخطا في واحد الحاجه وباغي باغي يقاده وقالها عبد الحميد ايت بودلة. ما كنقولش انه مدافع مثالي، حتى هو يقدر يغلط، ولكن على الاقل خايف انه يغلط ليه في شي توقيت صعيب وهذه. ولكن راه اللعابه هادوك مثلا اللي كتثق فيهم راه هما غلطوا، وتا هما ممكن يغلطوا لك في توقيت صعيب. ولكن امتى نقدروا نطيحوا في المشكل خصوصا في هادشي ديال خط الدفاع، هو ملي غندخلوا للدور الثاني ولا قدر الله مشينا زعما تصاب لينا واحد من احد اللاعبين ديال ثنائي الدفاع، وانا كنخاف بالذكر نايف اكرد، حيت الاشكال اللي كنا طحنا فيه راه قبل نبدا لا كوب دافريك راه شتي فاش تصاب لينا نايف اكرد كيفاش قدرنا كان طلع لنا مشكل كبير في خط الدفاع، وغير باش يتم التعويض ديال نايف اكرد بقينا شحال وحنا كنتسناو في ثنائي الدفاع اللي غيدخل فيها وليد ركراكي وشحال من حاجه. اما لو وقعتينا في هاد لا كوب دافريك غيكون عندها تاثير كبير على النتائج اللي غنمشيو بها في النسخه. وداك الشيء علاش كنقول انه خاصو بدا تعطاه ثقه. عبد الحميد ايت بودلال شايف فيه المستقبل ديال الدفاع، بدا تعطيه دقائق. الماتش ديال زامبيا انا كنت كنفضل انه يدخل. علاش؟ لانه غتلعب في عندك مثلا عندك الثنائيه اللي غتستعن بها مثلا في الماتشات الجايه اللي هي ماسينا واكرت مثلا مزيان، ولكن يعني وقعت اصابه مثلا شنو غدير؟ غتبقى تحك عاوتاني في راسك تماما كتحس بالوليد بحال ارجع سايس عاوتاني. واش فراسك يقدر يرجع والد واحد من لي زاريير ما كنظنش. اللاكس وما يدخلش حيت انا نقول لك علاش ما تنظنش في هذه القضيه هذه. بغيت نشارك معكم في النقاش باش النقاش يكون شويه ما يكونش عطيني نعطيك في هذه القضيه ديال انه واش يقدر يلعب مثلا. ذكرت هذا المثال مزراوي مثلا، وكاين هذا الطرح هذا مطروح بانه علاش مزراوي ما يلعبش مثلا في الدفاع. علاش؟ لانه عندنا ما حسوش ان غيكون عندنا مشكل في الثنائيه ديال ماشي سايس ديال ماسينا واكرد. اكرد كيفضل انه غيلعب في الجهه، ولاعب مثلا هو كيلعب بالكوشيه. ماسينا هو تيلعب في الكوشيه، كيلعب في جهته ماشي مشكل. ولكن نايف اكرد كيلعب في الجهه اليمنيه، والكوشي ديما كنعرفوا كوشي ضعيف في الجهه اليمنيه وخصو ضروري كتلقى كيلعب برزق. راه اللي يلعب كره يفهم كيلعب برزق بالمصطلح كيتعنكش او كيتبرزق. نشوفوها مع مزراوي نيت فاش كيلعب ارير كوش. وي داكشي علاش كنقول انه عطي الحلول للاعبين، لانه ممكن واحد فيهم يتصاب لك وما بغيتش عاوتاني نشوف عاوتاني جواد لياميق ولا حاجه عنده الاكسبيرونس. راه واخا يكون عنده الاكسبيرونس السي وليد راه ممكن يدير لك اخطاء اللي تخرجك من البطوله. واش دابا اكطويلمون كيبان لكم باقي الوقت فين يجرب هادشي؟ كنظن باللي هادشي اللي كنتكلموا عليه كله منطقي هو ما حد دور المجموعات السهله. بالنسبه لي ما حد دور المجموعات السهله الدراري ما بقاش الوقت بتاتا فين نديروا هادشي. يمكن عبد الحميد ايت بودلة الا كنتي باغي تعطيه الثقه كانت خاص تكون البارح في الماتش ديال زامبيا، كانت خاص تكون في دقائق يمكن من الماتش ديال جزر القمر. علاش لا كتوجدوا باش انه ممكن يطرا لك سيناريو اخر مساحه كانت عندك فين تجرب راه هو الماتش البارح اللي كان عندك. لا ومادام استدعيتيه الا وانت تايق فيه، حيت راه فضلتيه على اسماء اخرى. ما بغيت نجبد حتى اسم اخر حيت دابا لا ليست كاينه وحنا وسط لا كومبيتيسيون. مادام استدعيتيه عبد الحميد ايت بودلال الا وانت فضلتيه على اسماء اخرى اللي كانت هي تالقات وكان الجمهور كيدوي عليها وعنده ماشي فضلتي على والو. السيد كيلعب تيتولار فرقته، عنده مساهمات دفاعيا هجوميا، كيلعب كما قلت لك تيتولار، بدا كياخذ ثقه مع الفريق ديالو، كيلعب في دوري كبير. دونك شنو السبب اللي يخلينا ما نستدعيوش؟ واش في لي زونطريمون كيبان كتبان ليه هو شي حاجه اللي حنا ما كتبانش لينا؟ واش هذيك المساله اللي غالبا غتكون هو انه خايف ويغلط حيت عارفين ان عبد الحميد ايت بودلال ديجا داير اغلاط مع ولكن كما قلنا قبيله ان جواد اليماق غلط. فوالا ودور لعابه اكسبيرونس ماشي عيب. راه ماشي عيب تقول لي ولا الاخطاء غادي يتحرق. كيفاش غيتحرك؟ راه انت اول واحد تقول انا ما متفقش مع هذه الكلمه هذه. هو لقيتها فين خصو يجربوا كما قال مهدي. دابا حنا دخلنا الكومبيتيسيون حنا باش تجرب لعب وسط الكومبيتيسيون بحال كنجرب. لا ما تنقولش انا لا عطيه ثقه في الجروبات. راه ممكن في وسط البطوله تصاب لك شي واحد. راه هادشي اللي تصاب لك شي واحد في الدفاع. كنقول الدفاع مثلا نتخيلوا حنا هذا السيناريو ديال دخلنا مثلا دور 16 في الماتش الجاي وتقاس لينا نيف اكرد كي غنديروا مثلا ولا ماتش ممكن ولا مثلا ماسي والماتش الجاي غتلقى مثلا عندك منتخب. حنا نعتبروا اننا في دور 16 لعبنا ضد منتخب غير من الصنف الثاني مثلا طحنا مع البنين ولا منتخب السودان مع احتراماتي ليهم منتخبات كيقدموا اداء جيد. شتي لدوروا بالنهائي طحتي مع نيجيريا والكاميرون وعندك مشكل في خط الدفاع كي غتقدر تجير وانت باقي اللعابه اللي عندك باقي ما لعبتيش ضد منتخب من الصنف الاول في هذه الكومبيتيسيون وحتى في سلسله الانتصارات اللي كانت عندك ما لعبتيش ضد منتخب من الصنف الاول. حيت غنعاودوا نقولوا انه بكل واقع وليد ركراكي ما كانش باغي يلعب مع منتخبات قويه.
او مثلا كنقولوا حنا في الوقيته اللي كان مسموح لانه يلعب مع منتخبات في واحد الوقيته، ما كنقولش انه في كل التجمع مثلا كامل، لانه كانوا مثلا تصفيات، كنا كنغطيو على المشاكل اللي عندنا بالاداء بالنتيجه اللي كانوا المشاكل اللي كانوا عندنا في الفريق كنا كنغطيو عليهم كانوا بالانتصارات تصفيات مثلا ديال كاس افريقيا، وهذه ما كانش ممكن انك تواجه مثلا منتخبات صنف مثلا الاول ولا ولكن في الثاني، المواجهات وكاين الوديه حتى منتخبات راه ما يبغيوش يلعبوا معاه. واحد المساله الدراري تكلمتوا عليها مهمه، ودايوغ باش نوضحوا حتى للمتابعين راه ماشي متشائمين ولا شي حاجه، بالعكس راه كنتكلموا غير على المسائل اللي الحمد لله بزاف الامور منها تصلحات ضد زامبيا، ولكن كما دريت في افتتاح الحلقه بسؤال جميل هو انه ذاك الماتش ما كانش ريفيرونس. واحده من اكثر الاسباب اللي خلاتنا نتقصاو في النسخه الاخيره ضد جنوب افريقيا، واللي كلشي ما كنشوف حتى واحد كيتكلم عليها لانه الريزو كامل مشى للطريقه باش لعب وليد، وهي الاصابات الدراري. ما نساوش اللي في ذاك الماتش كان موعدنا زياش وبوفال، وزياش توعدنا في الماتش الاخر ضد زامبيا اللي كنا ممكن نريحوه فيه. وشفنا البارح ماستر مع حسام حسن شحال ربحوا من اللعاب فاش دخلوا بالدوزيام ايكيب. ولكن في الفرق راه حنا كنا تعادلنا ديك الساعه مع الرديسي وكان خصنا نحققوا انتصار. ما كنتيش غتربح زامبيا لا دخلتي باسماء اخرى، ما كنتيش تقدر تربح زامبيا. لا تربح ممكن زامبيا انتصار، ولكن أو على التعادل كان التعادل. كاليفيك، التعادل وكان كاليفيك. لكن المشكله شنو فكرنا اننا باغيين نربحوا، هذا هو هذه المساله. هذا هو بس المشكل. كتحيد داك الضغط كيفاش اللي كدار عليه من ورا شوف الماتش. راه نعاود نقولوا راه نقدروا نربحوا 3 الماتشات كلهم 9 النقاط وبالاداء والنتيجه مع ماشي فايد مشكل. تماما. لا ربحنا جوج وتعادلنا تعادلنا واحد كنظن مع رونار مع رونار اللي ربحنا ثلاثة. حنا بثلاثه 2019 درت لنا واحد التصرفيقه تاريخي راه تاريخيا لحد الان تنفكروها. تاريخيا في المسابقات المجمعه راه كنشوفوا المنتخبات اللي ما كتبداش مزيان الكومبيتيسيون ولا كتوقع لها كما كنقولوا واحد الصفعه في دور المجموعات، هي اللي كتمشي مزيان في المسابقه، كتبقى تطور من ماتش لماتش. في هذه النقطه هذه السي عمر، في هذه النقطه هذه نناقشوها. واش كتشوف ان المنتخب غادي في الطريق ديال انه غادي بشويه بشويه؟ وكاين يد الدراري، انا ما نكذبش عليكم ما كنحاولش نرسم فكره، لانه حنا المغاربه مهزوزين من هذه الناحيه. الابركك واش عطانا اشارات، واش عطانا اشارات المنتخب انه غادي في الطريق ديال انه كيتدرج بالمستوى ديالو. انا مقارنه بالمباراه الثانيه والمباراه الثالثه بان لي حيت مثلا رجعنا للمباراه الثانيه كان عندنا مشكل كبير في توظيف اللاعبين. نتكلم على اسماعيل سيباري كايلي راه ماشي هو كميليو تيران، ونفس الحاجه اننا كنلعبوا جوج ديال الميليو ديفونسيف مع فريق اللي كيلعبوا معنا بلوكبا. هاد الحاجه هذه ما شفناش في الماتش الثالث. والزلزولي حتى هو زلزولي باش كيعجبني انا لاعب اللي غتحتاجهم اللي غتلعب ضد منتخبات بلوكبا واللي غيخلق لك حلول يعني. ولكن واحد النقطه انا البارحه صباتني، واخا الزلزولي دار ماتش مزيان، انا بالنسبه لي دار ماتش دار باس ديسيزيف، ولكن اخي الزلزولي كونترول عاد جري كونترول عاد جري ماشي جري عاد كونترول. هذا هو المشكل. راه المشكل البارح ودار جوج المرات كيجري عاد كيدير الكونترول. راه ما يمكنش اخي الزلزولي راه الA B C ديال الكره كونترول عاد ديك الساعه ديال القرار. لا نسبيوه في الارض. لا شوف كونترات مره واحده والله تنميك ونقول ماشي مشكل راه باقي ما دخلش شويه راه بشويه كنعاودوا جوج مرات وماشي اول مره. الفكره ديال القرارات مشكل الزلزولي نهضروا عليه ماشي كنتقدوا زعما انا باغي يكون احسن، حيت الا كان هو احسن غيعاوننا. حنا محتاجين اللي يكون احسن ومحتاجين اللاعبين اللي غيخلقوا لنا حلول فرديه خصوصا من جهه الاطراف حيت ما فينا القوه ديالنا. مثلا ابراهيم دياز مثلا نهضروا على مثلا هضرنا على خط الدفاع صافي خلينا صافي درنا طوينا الميل ديالو ندوزو شويه للقدام. دابا هضرنا على زلزولي، اش بان لكم في ابراهيم دياز خرج منه يمكن وليد النسخه اللي كان واش وليد ولا ابراهيم دياز اللي كنا كنتسناوها منه واش ابراهيم ولا وليد؟ انا بالنسبه لي حتى الغياب ديال حكيمي في ذاك الكوطي خلى يتحرر شويه، خلى ابراهيم دياز متحرر اكثر. نورمال سكي نورمال لانه ولا كياخذ البادره اكثر وكياخذ القرارات الصحيحه. المشكل اللي كان عند ابراهيم هو انه ما كانش كياخذ القرار الصحيح، واش بسبب الضغط ولا شي حاجه اخرى. لا ابراهيم دياز واحد اللاعب راه حتى في الفريق ديالو في ريال مدريد راه كيفاش نشرح لك بحال كتقول حشومي شويه في اللعب ديالو، ما قادرش يفرض راسه. ما كيدخل بعض المرات كيدخل مثلا شونجمون في دقيقه 80 بعض المرات كيخلق حلول. راه واحد المره في ماتش ديال اتلتيكو مدريد قدر يماركي بيت في اخر دقيقه في الماتش. لا هو كيخلق ولكن المشكله كما ولكن ورا داك الماتش مثلا كيعاود يرجع في شي ماتش اخر كيدخل كبديل ولا كيدخل كاساسي كتحس بما قادرش يفرض راسه. وتا فاش كان مع المنتخب الوطني راه كان تسوق على اساس هو ستارت المنتخب ديك الساعه. ما فاش كنتي كتفرج فيه في التالي ما كنتيش كتحس به زعما هو دابا ولينا كنحسوا بانه هو دابا هاد جوج ديال لي ماتش الصراحه عجبني ابراهيم دياز باش او 3 ماتش سيباري كايلي
لا كان- لا ابراهيم لا. دياز قلتي جوج ماتشات 3 الماتشات كان ثلاثه مزيان. الماتشات ماركا في ثلاثه ديال لي ماتش ثلاثة ديال لي أبار ماتش. لا. ابار ماركا كان مزيان في ثلاثه ديال نحيدو لا ماركي حيتاش نحيدو ماركي مثلا باش نتفاهموا على واحد كنهضروا المساله على الدراري. لو مونديال علاش ماركا راه كان مزيان. مهمه لانه جوج لا هي نفسيا نفسيا كتكون مهمه مزيانة. وحتى الطريقه ديال الفينيسيون ديال ابراهيم راه دوك الكواري الدراري كنا كنضيعوهم بزاف وهذوك البيوت غنماركيو بهم بزاف في لي شهور ليميناتوار هذيك الطريقه كنحاولوا ندخلوا بها بزاف باش نحاول نربط هذه المساله بالسؤال اللي ذكرتي قبل ديال واش المنتخب ديالنا غادي كيكبر ماتش بار ماتش الماتش ديال زامبيا قال لك ولكن الدور بعد القادم الماتش التحفظ. ديال الحد لا ماشي مساله تحفظ هي مساله ديال كونتينيتي خصك تكمل خصنا الماتش ديال الحد نشوفوا اداء احسن خصنا نشوفوا هذا الاداء ضد خصوم من طينه مختلفه ولكن هادشي هاد اللي الخصومه غيجاوبنا مع هاد الخصومه مع ما غتواجههم حتى الابتداء من ربع النهائي. ماشي مشكل حيد لي انا أخويا. كيبان لي المباراه اللي غندخلوا الجايه ديال نهار الاحد كتبان لي تما فين غنشوفوا الملامح ديال المنتخب واش غادي تما فين الطريق ديال لاكوب غيكونفيرمي ولا لا تما فين غيأكد حيت ملي مثلاً. كتكونفيرمي المنتخب كيبان لك كيديفلوبا ماتش باغ ماتش وي. كيتعلم من الاخطاء اللي كانوا عندنا اللي كانوا عنده وديك الانتكاسه اللي كانت طرات لينا في الماتش ديال المنتخب مالي وفاش غندخلوا الماتش ديال الدور الثاني غيبان لك فوالا وليد راه كيصحح الاخطاء اللي كاينين في الفريق ديالنا المنتخب ديالنا كيديفلوبا ماتش باغ ماتش وهادشي اللي كنشوفوا في منتخب يعني مختلف المنتخبات اللي كتمشي بعيد في الكومبيتيسيون اللي كدير اللقب راه كتكون غدا هكا جامي كتشوف منتخب كيبدا الكومبيتيسيون مزيان وكيسالها مزيان قليل بزاف وخاص لاكوب دي موند خاص يكون مزيان فريق ماشي مزيان بطريقه لا خادعه مثلا نعطيو مثال بالمنتخب الجزائري مثلا في 2019 فاش كانت البطوله بدا مزيان 9 النقاط ربح الماتش الثالث وقلب الماتش الرابع في الاقصائيات ربحوا بثلاثه ولا ما عرفت بحال هكاك جا مع الماتش ضروري شوف اي نيجيريا منتخب نيجيريا راه اي كانوا منتخب الدراري ملي كيبغي يربح وهادشي اللي الناس اللي خصهم يفهموه اي منتخب ربح كاس افريقيا راه ما يمكنش ما يدوش عليه ماتش ولا جوج تعذب فيهم حتى انا نهضروا على الجزائر راه تعذب قدام كوت ديفوار تعذب راه قدام حانت نيجيريا. قدام كوت ديفوار وتعذب بدنيا قدام نيجيريا واللاعبين كانوا كيقولوا من بعد ما ربحوا البطوله قال لك هذاك الماتش كون مشينا معاهم البرولونغاسيون ما تماركاش هذيك البيت ديال رياض محرز ديك الكونفرنس راه كنا غنخسروا لانه كانوا كيحسوا بانهم بدنيا تستنزفوا علاش تستنزفوا علاش باش نكمل الفكره علاش حسوا براسهم انهم صافي قرب يخوى الباتري حيت داروا واحد الجهد بزاف في الماتشات الاولى وماشي مطلوب لانه هذيك الساعه كنهضروا على التدرج خصو يكون مهم وما تبداش صحيح سيدي بدا ضعيف جرب ولكن الماكسيموم بدا بشويه بشويه بدا طلع او كما كيقولوا مم. البطل يولد من رحم راه حاجه اللي ما البطل. كنفهمش هو دوك الناس اللي كيتسناو لاكوب باش نديوها غتكون سهله وغندخلوا غير حيت منظمين احنا في بلادنا ما غندخلوا غتكون كل سهلة. ماتش غادي نحققوا ما انتصار غتكون سهلة. وندوزوا للدور الثاني نبقاو غاديين كنتصاصروا ونوصلوا فعلا للفينال ونديو نقاش ما لاكوب موجهش ليها. جامي كتكون لاكوب وخصوصا في لاكوب دافريك جامي غتكون سهله وحتى المصا ديالها مازال غنلقاو مشاكل شي في الدور الثاني مازال غنقدروا نتعادلوا مع منتخبات نقدروا نمشيو بينالتيات نقدروا نمشيو برونغاسيون مازال بنتي مشاكل كبيره كتسنانا في الدور شوف أنا الثاني جامي الطريق ديال لاكوب كتكون سهله بالنسبه لي الا كنا تكلمتوا على واش امتى غنكونفيرميو فاش غنوصلوا للدومي فينال تما غنعرفوا بلي المنتخب قوي ومرشح والربع وكلشي. الربع على حسب الادفيرسير اللي غيكون عندك في الربع ولكن الربع راه ابتداء من الربع راه يقدر يكون عندك مثلا الا كان عندك جنوب ادفيرسير افريقيا يا كاميرون كلشي مرتبط بالادفيرسير اللي غتلعب ضده كلشي مرتبط بالادفيرسير اللي كنتي ضد ادفيرسير صحيح ودومينيتي وبينتي وربحتي اداء ونتيجه هذيك الساعه بيان سور غتولي انت هو غتولي مرشح كيما انت مرشح فوق العاده ولكن ديك الساعه بيان سور غتكون كونفيرميتي باللي الفرقه واقفه كما كنقولوا باللغه ديال الكره دونك كلشي مرتبط بالادفيرسير ديالك في لي ماتش ماشي بالدور دونك هذا هو ديال المساله داكشي علاش الماتش الجاي كما قلنا انه غيكون بمثابه كونفيرماسيون داكشي اللي دار في ماتش زامبيا ونبنيو عليه الماتشات الجايين لانه كما قلنا الاهم ماشي كيفاش تبدا الاهم كيفاش تسال واحد المساله اخرى شي في الدور الثاني اكثر منتخب غيكون عليه ضغط على باقي المنتخبات هو المنتخب المغربي من حيت اولا انت اولا انت داخل بالبطولة انت داخل مستضيف البطوله اين فوا كتلعب الماتش ديالك راه جميع الجماهير كتسناك شنو غدير في الماتش ديالك ثاني حاجه منتخب من بعد ما الحمله اللي كانت عندنا في لاكوب دي موند كلشي كيتسناك امتى غدير لاكوب دافريك قبل اصلا من لاكوب دي موند كنا كل مره كندخلوا النسخه ديال لاكوب دافريك نقولوا امتى غنديوها من 1976 حنا كنتسناو عندنا هذا الجيل هذا اللي خصنا نستغلوا في هاد لاكوب هذه نديوها شوف حنا نستضيف في البطوله دونك عرفتي راه كاين واحد الضغط على المنتخب المغربي الحلقه غتلاح في 2025 الدراري خصنا نديوها تمام لا ما كنت انا نعاود نقولها لانه يمكن كاين بزاف ديال الفئات اللي كيناقشوا الاداء ديال المنتخب هذا العام الاخر هذه السنه كامله اللي دازت ويمكن المتلقي ما كيفرقش حيت كاين بصح اللي كيناقش الاداء وكيناقش على ود ماشي متشائم كيناقش باش يشوف امور احسن ومن خلال التخوف ديالو من الامور وكاين اللي كيناقش كينتقد غير باش ينتقد
هذه الفئه كاينه. هو حنا اليوم كنناقشوا لانه بصح هاد النقاط السلبيه شفناها كما كاينه نقاط ايجابيه وكاملين تكلمنا عليها ويمكن مازال غنتكلموا عليها. طبيعة العقول عمر كاين شي في الماتش ديال المنتخب مالي، والله الا كنت فرحان مورا التعادل ديال المنتخب المغربي. علاش؟ حيت انا كتدخل كتلقى المشاكل اللي كانوا عندك في الفرقه كتكتشفهم في الماتش ديال الجوله الثانيه، وثانيا كتحيد عليك الضغط. راه يعني كنبقى شي غادي في سلسله ديال الانتصارات، كلشي يبقى يتسنى منك، كلشي المغرب الماتش الجاي غادي ننتصروا، الماتش الجاي غادي يحققوا انتصار، اللهم فهمتي كما كنقولوا حنا، تكتشف المشاكل اللي عندك في الدور الاول وتحيد عليك كما كنقولوا حنا بين قوسين العين. يقول لك خليو داك الماتش واحد لواحد ما غادي تحيس واحد تابعنا الاشاره بغيت ندير لها، واحد الاشاره بغيت نديرها في الحلقه من دابا، اللي هو المدرب ديال مالي اللي من بعد التعادل خرج ولعب فيها بطل قومي، وحنا قرينا المنتخب حاول يمشي على الطريقه ديال صاحبه يوغو بروس، في الاخر كتاهل بزاف ب3 نقاط. ولكن اشوف مهدي ضد راه المنتخب 3 القمري نقاط راه ممكن تلقى في ربع النهائي مزيان تلاقاو في ربع النهائي. لا زعما هو ممكن تلقاه في ربع، ماشي خاصك زعما تعرف- هو خاصك تعرف غا هو بدل لا غا هو هاد التصريحات حنا كمغاربه خاصناش نعاودوا الغلط ديال نمشيو معاها، حيتاش في جنوب افريقيا خدينا الغلط ديال اننا مشينا مع التصريحات ديال هيغو بروس وكل شيء كيستعملهم باش ياتاكي الستاف. هاد المره ما خصناش نعاودوا نفس الغلط، لانه هذيك الهضره اللي كتقال في الكونفيرونس مور الماتش هي حاجه في نفس يعقوب راه ما قداهاش توم سانتفيت، ما قداش هذيك الحاجه. وداك الشيء بالحديث على منتخب مالي خصك تعرف الضغط اللي مديور على المنتخب مالي في النسخه ديال كاس افريقيا. عرفتي راه كندخل غير لي باج ديالهم، الجمهور المالي كلشي كيتسنى كيقول لك حنا ما يمكنش المنتخب ديالنا اللي نعتبروا يعني من المنتخبات الاول في الصنف الثاني ديال القاره الافريقيه، منتخب اللي محترم، يقول لك ما يمكنش حنا ما عندنا حتى كوب دافريك. وبزاف كانوا كيتسناو في هذا الكوب دافريك ان المنتخب المالي يقدر يدير المفاجاه ويتوج بها. واللي زاد اللي زاد اكد لهم الثقه هو مور اللي زاد لا اللي زاد زعما من حقهم ما يرفعوش التحدي في اللي زاد هذه. اكد ماشي لهم على المغرب الثقه، كاين منتخبات قويه اللي زاد اكد لهم الثقه هو مور التعادل على المنتخب المغربي. عرفتي واحد الثقه طلعت عنده. ولكن انت قدام جزر القمر ما قدرتش تربح، قدام زامبيا زامبيا اللي ما كانت قدرتش ضعيفه تربح. متفق ما معك. قدرتش تربح. متفق معك. فانا بالنسبه لي مالي كانت اقوى من النسخ السابقه اللي متفق شفتها، معك. كانت اقوى من هذه النسخه هذه، ولكن راه ما عمرهم وصلوا مثلا نقولوا فينال ما وصلوش ليه، ما حتى في فينال كانوا النسخه زعما ديال الكوب دافريك راه حتى كاع المنتخبات انا بالنسبه لي بانت بالمستوى ديالي المستوى اللي حنا كنعرفوه به. ما كاينش شي منتخب فاجئنا بالمستوى ديالو، وما كاينش شي منتخب اللي قوي تسنينا منه غيقدم اداء مزيان هبط يعني في هذه النسخه هذه. وهذا الشيء راجع لمجموعه من الاوامر. السبب الاول بالنسبه لي واللي واضح هو لابولوز اللي كيلعبوا فوق هذوك اللعابه. اللعابه كيجيو من الاوروب وكيلعبوا في ديك الارضيه. داك الشيء اللي كانوا كيستغلوا المنتخبات ديال الصنف الثالث والصنف الرابع ديال العشب ديال الاقامه. داك الشيء ما كاينش يعني كل منتخب كيظهر بالمستوى اللي خصو يبان به، وهادشي غيخلينا نشوفوا كومبيتيسيون واعره ماشي من الاول، ولكن من الكارت فينال الدراري غنشوفوا ماتشات واعره. شنو ماتشات يعني ماتشات زوينين، كاميرون كوت ديفوار. ماتش هذاك راه بحال شفنا دوري اوروبي هذاك راه بالنسبه لي الايقاع كان طالع بزاف. ماتش انا واحد الوقت انا عرفتهم ما غاديش يوركوا لانه التعادل كان مزيان لهم بجوج، ما غاديش مبدا ديال اننا نحافظ شويه على الطاقه ديالي، راه باقي غنحتاجها في الادوار. هادشي اللي قلنا قبيله ذكرنا المساله ديال انه راه خاصك تحافظ على الطاقه ديالك، لانه في البطوله دابا انت الهدف ديالك بعيد، باغي تربح البطوله، يعني انت تفكر في الفينال، راه خصك توجد للفينال باش توجد ليه كيفاش كتلعب كل مباراه. مثلا الماتش ديال البارح اللي لعبناه ضد زامبيا راه ساهل نربحوه ب5 6 7 عادي، ما كاينش مشكل. ولكن واحد الوقيته راه هبطنا الريت، مثلا ملي طلعناه في بدايه الماتش لما ماركينا داك البيت الاول اللي تماركا ديال سميتو ديال دياز ياك البارح دياز الاول كعبي لا كعبي دياز الثاني قبل البيت الثاني والبيت الاول ديال كعبي راه هبطنا شويه الريت ما طلعناش عاوتاني بشويه شفنا عاوتاني زامبيا بداو كيبانوا لي سباس البيت الثاني، من بعد عاوتاني دخلنا الشوط الثاني مزيان ضغطنا البيت الثالث، من بعد هذيك لا جيستيون مهمه جدا. راه الشيء اللي تنهضروا على انه انا بالنسبه لي صافي شي فاش ماركينا الثالث كنا خصنا نحبسوا شويه. وي علاش حيت غتفكر الماتش الجاي ما غتبقاش تقلب، ماشي غتستعرض العضلات ديالك باش تربح واحد 5 6 تقول فوالا انا راه ربحت. كتفكر الماتش الجاي اللي عندك وكتخلي واحد المخزون بدني للماتش الجاي، حيت ما غتعرفش شنو تابعك. وفي الادوار الاقصائيه تقدر الماتش مثلا تماما، وقدر الماتش الجاي تبعك برولونغاسيون، خصك مخزون بدني اللي كبير من جاي بالله. وما نساوش بلي مهمتها في الماتش اللي كتلعبوا بيان سور، الا كنتي ضد ادفيرسير كبير في البدايه ديال الماتش ما يسمى بجس النبض، غتحتاج بصح في
في دي بيريود من الماتش انه تبدل الطريقه باش كتلعب باش تعرف النوايا ديال الخصم ديالك. وبيان سور الا كنتي غدير شي تغييرات كسوا في طريقه اللعب ولا في الاسماء ديرها بشكل قبلي. وهذه الطريقه كيلعبوا بها بزاف ديال المنتخبات والانديه. يمكن اعتمد والد ضد زامبيا كنتمنى يكون هذا السبب من الاسباب اللي خلاته يعتمد لها، لانه المساله ديال اننا نديروا الحذر قبل ما يكون عندنا حذر قبل ما تطرى المساله مهمه جدا. نتمنى انه يكون المدرب في طليها قبل ما ندخلوا ضرب طيح ضرب طيح. مادام غندخلوا نضرب طيح حنا غندخلوا ضرب طيح اللي حنا عارفين انه تاريخيا عندنا ذكريات خايبه مع هاد الادوار هذه. دير شي موسيقى حزينه. عرفتي كل مره دوك الفيديوهات اللي كتشوف في انستغرام اللي كيبقاو يبداو لك من 2012 كل مره كتزاد سلسله جديده فهمتي كتبقى فهمتي انا تعيشهم. شفت هذوك القدامين فهمتي الجداد راه عشتهم زعما انا 98 88 86. تخيل دابا حنا راه لعبنا تقريبا 11 ماتش في الادوار الاقصائيه. وافضل انجاز كان عندنا في 2021 مع فايت فاش مشينا الربع في التقسيم. لا ماشي افضل انجاز، نقول حنا الماتش اللي كسرنا فيه العقده في راسك اخر ماتش قبل الماتش او قبل كان اللي كنا لعبنا مع واحد في 2021 في الكاميرون. اخر مره ربحنا الادوار الاقصائيه كانت في 2004 راه ثلاثه المرات. تخيل معايا التاريخ 11 ماتش 3 المرات اللي قدرتي تربح فيهم في الادوار الاقصائيه. جوج فيهم كانوا في 2000. راه ماشي طبيعي هذا الشيء الدراري في راسكم. راه طبيعي شي حاجه لا حيت دابا دوينا واقعيا 11 ماتش ربحتي فيه 3 الماتشات وواحد وسبعه كلهم تقصيتي منهم وكنتي كتخرج تقريبا بنفس الطريقه مع مدربين مختلفين. لا دوينا زعما واقعيا وتاريخيا المنتخب ديالنا زعما على المستوى الدولي راه يعني لا كوب دي مونديال 2022 كتبين لك كلشي، ولكن على المستوى القاري راه بحال زامبيا بحال غديسي منتخب متواضع تاريخيا في كاس افريقيا. راه هادشي اللي كاين ماشي حنا يعني شي وحدين عمر كيقولوا هاد النقطه هذه وحنا قلنا شحال هذه في حلقه سابقه من بودكاست دقيقه هضرنا على القضيه انه التاريخ ديالنا حنا في الكره ماشي افضل حاجه ومتواضع جدا. منتخب بحال المنتخبات العاديه في طموح ديالنا عالي باغي الكوب ومن حقنا نطمحوا للكوب. اي منتخب مشارك في كاس افريقيا كيما بغى يكون النوع ديالو غيطمح انه يربح الكوب. حنا عندنا جميع الامكانيات غنقولها ونعاودها. راه بالرغم من هذا الشيء كامل كاين اللي غايقول لك راه نتوما تقدروا تعطيونا رسائل تشاؤميه وكذا. بالعكس انا تنقول ان المنتخب عنده جميع القدرات انني نشوفوا في الماتش فينا. انا بالنسبه لي قلتها في الماتش ديال من بعد الماتش ديال مالي قلت هذه الهضره هذه ماشي كنقولها دابا حيت راه كنقولها المنتخب عنده جميع الامكانيات، ولكن راه ماشي حنا اللي تنحددوا حنا كمتتبعين ومشجعين، ولكن سمينا كما بغيتي تسمينا في الفيسير. راه داك الشيء راه اللعابه والمدرب والستاف هما اللي غادي كونفيرميو. راه حنا غنشجعوا المنتخب. بالعكس راه ملي غيتقصى ولا ماشي ما نتمناوش ولا ملي تعادل راه ما عجبنيش مثلا الحال. واخا تفهمت بانه راه البطوله باقا طويله وماشي مشكل مزيان جاتنا هذا الماتش هذا باش نفيقوا شويه من القلبه. وكنا كنهضروا على القضيه هذه في الماتشات الوديه اللي كنا كنربحوهم كنقولوا راه خصنا واحد التصرفيقه تجينا باش نفيقوا. وجاتنا في واحد الوقيته اللي مزيانه كنظن وكنظن انها مزيان في توقيت مزيان، لانه كون جاتك لا قدر الله في الاقصائيات كانت تكون صعيبه وما كناش غنتعاملوا معها. فانا بالنسبه لي غنعاود نقولها المنتخب عنده جميع الامكانيات باش ينافس على هذه البطوله، حيتاش راه البطل ما كيتولدش قبل البطوله كيتولد في وسط البطوله. هذا الشيء التاريخ كيقولها. واخا تبدا مزيان راه ضروري كيجيوك ماتش صعاب وخصك تعامل معاهم. وتاريخيا هادشي كامل شفناه في بطولات مجمعه. راه دويتي في لاكوب دي موند مع الارجنتين نفس الحاجه خسروا ماتش مع السعوديه. لاكوب دافريك اللي داز ديال كوت ديفوار شفنا كوت ديفوار كيفاش بدات. 2010 سباليون كانت خسرت في الماتش الاول مع سويسرا. دونك فهمتي هادشي كتشوف كل منتخب غادي وكيديفلوبا بماتش باغ ماتش. شي فهاد اللعيبه هذا ما عجبنيش واحد السبيتش سمعته من بعد الماتش ديال مالي حكا يلاه نبدلوا المدرب كما داروا كوت ديفوار. لا هاد الديسكور هذا خرج الدراري من واحد الفئه اللي ما خصناش كاع ما خصهاش تخرج، ولكن مادام كتخرج ما خصناش نسمعوا. راه بزاف الدراري كاين صاحبي الوعي يا صاحبي بنادم الوعي الوعي الكروي راه ما يمكنش مع احتراماتي للجميع كلشي من حقه يتفرج في كره. ما كنقولش حنا ما تفرجش في كره، ولكن باش نكونوا واقعيين ماشي كلشي من حقه يجي يبدا يدوي ونضر. باش نكونوا واقعيين الدراري، لانه انا مورا الماتش ديال مالي كندور غير في الستوريات ديالي في انستغرام لقيت ناس
ما عمري كنت كنعرفهم انايا كيتبعوا الكره، كنعرفهم معرفه شوف عادي لقيتهم كيكتبوا مقالات وامور بحال هكا 2022. عندها علاقه بالمدرب درت الاقصاء ونبدلوا المدرب ونجيو هادي ونديروا بحال هاد التجربه وبلا تيمشي معاك مقالات بعيد. ديال هذا شات اللي جي قال بي لك تي زعما هذا ما او عندهم اللي خرج هذه الاشاعه هذه ولا ما عرفتش هاد الطالعه ولا ما عرفتش اش نسميوها. دابا هاد خونا هذه اللي خرجها ولا هادو اللي تبناوها مثلا واش ما تيفكروش انه راه نطبقوها سيدي نمشي معاك انا في ما هبال. يمكنش راه لا نمشي معاه في هبالو اسيدي ونطبقوها التجربه. شكون غتخسر. غنجيبو؟ بن محمود وتجيب لي جبتي راه فهمتي عرفتي دابا هذيك راه عرفتي ظروف كتدير المنتخب بطولة، كتشدو فهمتي وانت كتشدو كتقلبو كامل. بلاتي يمشيو معاه بعيد. علاش كوت ديفوار دارت هاد القضيه؟ عاودوا رجعوا السين راه ما عام واقيلا اللي داز عليها. علاش داروا؟ ربحوا الماتش الاول 2-0، خسروا الماتش الثاني ضد نيجيريا ب1-0، الماتش الثاني الماتش الثالث ربحوا خسروا ب4. ب4 هما كانوا مقصيين يعني فهمتي اساسا وكانوا كانوا اوتوماتيكمون مقصيين وخسروا ب4. وي. واش حنا خسرنا الماتش ديالنا قدام مالي؟ لا. واش حنا خسرنا ب4؟ لا. ما تبقاش تصبر. شوف، راه منتخبات كبيره يعني دازت من هذا الشيء يعني خصوصا في دور المجموعات كيوقع لهم انتكاسات كتخسر ولا ما عرفت شنو وما كتسمعش يعني الجماهير كطالب برحيل المدرب ولا والشيء ترى رحيل المدرب كاين بزاف كتسحب لهم مساله سهله. راه خصك باش ترجع المنتخب كيفاش كان خصك واحد المده اللي طويله والمدرب باش يجي يحط المشروع تقدر ديالو. تخدم تخدم نفسيا كما داروا المنتخب الايفواري يلعبوا بسيشيك مشات معاهم كره حيت راه نعاودوا نرجعوا. راه شوف راه ملي غادي بطوله راه خصك تمشي مع الكره. راه ما يمكنش تقول لي ولكن شوف انا حنا الكره ما غاديش معاك غدير بطوله. اكثر منتخب كتمشي مع الكره تاريخيا في المسابقه راه هو المنتخب المصري. كيفاش الطريقه كيفاش كيبدا انا خسرت لهم شويه خسروا الفينالات اصاحبي لا ولكن شحال الطريقه زعما كيفاش يوصلوا للفينال راه بحد ذاتها راه ما فهمتي راه الطريقه كيفاش بداو الكومبيتيسيون هنا في المغرب حتى هي فهمتي. شوف انا باش نرجعوا للمساله ديال الاراء اللي ولينا كنسمعوا قبل ما ندخلوا لا كومبيتيسيون في هذا العام الاخر كان واحد التقييد للراي العام بيان سور اللي ما لا راي له اللي كيشد رايه وكيتبناه نحو انه المنتخب الوطني فيه مدرب فاشل. كان تقييد من واحد الفئه ولا واحد الفئه فهمات الامور اللي كتناقش على انه راه كاين مدرب فاشل. الوغ كو لا كاينين امور كتناقش كانت كتناقش قبل لا كومبيتيسيون كتناقش دابا خلال لا كومبيتيسيون بحال اي ناخب وطني كيكونوا بزاف الامور اللي ما متفقينش معاه فيها الناس اللي عندها واحد شويه ديال المعرفه بكره. هذه المساله اللي كاينه. هذه المساله باقي كنناقشوا فيها. المعادله واضحه. وليد الركراكي مطالب انه يقاد داكشي حيت البارح في الماتش ديال زامبيا فاش قاد داكشي بان باللي الناس داكشي اللي كانت كطالب به الناس اللي عندها ديك شويه ديال المعرفه بالكره هي اللي كانت خدامه. مطالب بنفس الحاجه. عنده واحد المساله سميتها كوب دافريك خصو يديها داها هو هذاك ما داهاش. دونك المعادله واضحه كلشي فاهم. وديك الساعه نقدر نقولوا عليه ماشي مدرب فاشل نقولوا عليه مدرب فشل حيت كاين الفرق ما بين فاشل هذيك راه الصيفه. لا راه عطاوه الصفه ديال الفاشل. انا نقول لك مثلا بلاتي ملي كتقول مدرب فاشل بمعنى انه فشل في جميع التجارب. تماما متفق معك. واش وليد الركراكي سؤال اي واحد تيقول مشى المدرب فاشل واش وليد الركراكي فشل في جميع التجارب؟ اللي كيعرف وليد الركراكي غير 2022 يقلب يقول لك غير حتى المونديال يقلب. لا حتى المونديال بوحدها كتعتبر نجاح. انا بالنسبه لي داكشي اللي دار في المونديال ماشي نجاح. الفشل هذاك يقدر يدير غير واش حنا كنا مطالبين بكاس العالم. لا حيت كاين شوف باش نتفقوا على واحد المساله اخرى كاين نوع من التحامل فشل في كاس افريقيا. في كاس افريقيا هادشي ما فيش حدود اللحظه عنده فشل واحد هو ديال كوب دافريك ونجاح ديال لا كوب دي موند. عنده دابا اختبار اخر اللي هو كاس افريقيا كما يقدر يتقسم منه كما يقدر يديها. ودابا مثلا هذا اللي كيقول مثلا اكس مدرب فاشل ولا نسميوه اسيدي الركراكي مدرب فاشل ياك ولا دا كاس افريقيا اش غتقول عليه؟ تمام وحنا تاريخيا معنا لا هادشي زعما كنا نقولوا لا هادشي كنا نقولوا هو كان كتشجع شي وكان تاريخيا كيكون عندنا مدرب كيدخل لكاع المسابقات وكينجح باش نجيو حنا نقولوا وليد الركراكي مدرب فاشل. راه قبل من المرحله ديال وليد الركراكي في 2022 كنتي كتمشي لا كوب دي موند كتلعب اصلا الناس قبل مشينا حتى 2018 لعبنا 3 ديال لي ماتش ورجعنا في حالنا وكنتي كتحتفل بالتاهل. كنا كنحتفلوا بالتاهل لا كوب دي موند وقبل لا كوب دافريك التاهل ديالنا كنا كنحتفلوا الفوز على موزمبيق والتاهل لا كوب دافريك كنا كنعتبروه انجاز. كاينه واحد الحقبه مظلمه دازت من الكره المغربيه ولا المنتخب الوطني بالاصح من 2005 حتى 2015. بالنسبه لي 10 سنين هذه حقبه مظلمه في تاريخ الكره المغربيه واللي جا فهمتي بدا كيدخل مني دخل الفوز ماشي والله ما كنقول انا فوز قزع واعر ولا كان ندفع فيه كل ذي حق حقه كنعطيو حتى هو راه عنده اشياء
ايجابيه وعنده اشياء سلبيه فشل فيها واشياء نجح فيها واللي هي كثيره بالمناسبه. يعني منين جا راه بدل الاشياء، ما بدلهاش في العام الاول ولا الثاني ولا ديك 3 سنين الاولى ولا حتى نقولوا حنا 5 سنين الاول. مع الخدمه مع التجارب مع شوف راه ضروري الاخفاق هو اللي كيعلمك، راه الفشل هو اللي تيعلمك. راه ماشي ما نعتبروش ان الفشل شي حاجه عيب، راه بالعكس خصني نفشل باش نتعلم. راه ما يمكنش نفشل، ما يمكنش نتعلم بلا ما نفشل. وليد الكراكي كانت عنده اول مره غيكون مع منتخب في لاكوب دافريك، كانت مع المنتخب الوطني المغربي وكان يقصى مع منتخب جنوب افريقيا. ومن الغباء اننا نقولوا وليد الكراكي ما غيكونش استفاد من ديك الخساره اللي وقعت له منتخب جنوب افريقيا. استفاد بزاف لانه هذيك عاوناته يفهم انه كاس افريقيا راه ماشي سهل. دابا غيدخل الكومبيتيسيون جديده غيفهم شحال من مساله مهمه. لا حيت في هذه النقطه هذه الدراري كاين ناس يصحابهم كاس افريقيا سهله. راه كنلعبوا الشان ولا شنو؟ راه كاس افريقيا راه بالنسبه لي والظروف واللي كيزيد يصعبها في هذه النسخه هذه اللي الناس عاوتاني ما عرفتش ما كيردوش ليه البال، انه راه كل شيء متوفر. الملاعب، الاقامه، كل فرق كل منتخب عنده الملعب التدريب ديالو، كل منتخب عنده لوطيل ديالو. كاس العالم مصغره بهذا المعنى زعما بغينا. وما عمري شفتها في التاريخ ديال كاس افريقيا هذه. اسيدي سميونا كان المنتخب المغربي والمنتخب المصري في نفس ما كان الاقامه في النسخه ديال الكاميرون 2022. ما عمري شفتها انا. ما غتعاودش تشوفها في النسخه القادمه عاوتاني في النسخه اللي فاتت راه جوج ماتشات كانوا كيتلعبوا في ملعب واحد. دابا واش كدير هذه القضيه؟ لا، راه هاد الظروف كاملين راه هي كتزيد تصعب على المنتخب. كتخلي المنتخبات اللي اصلا كبيره انها تبين المستوى ديالها. ان الضغوطات اللي كاينه قبل البطوله. وعاوتاني مساله اخرى ما نساوهاش، هذوك النتائج اللي كانوا كيتحققوا اللي كنا كنفرحوا بهم راه حتى هي ضغط اضافي على الركراكي. والركراكي واشوف سكيتي وراه جاب البطوله، واشوف وهبي راه جاب بطوله، واشوف باها راه جاب بطوله. اسمح لي انا اللي كيدير هذه المقاربه وهذه المقارنه بالنسبه لي لا هذا ضغط. كنقول لك هذا ضغط كيفرضوا الشارع حيت المتتبعين ديال الكره غاديين كيتزادوا، وبالتالي ما حدهم كيتزادوا لنا بزاف ديال الاراء اللي ما عندهاش معنى، وكيفرضوا ضغط اللي عنده معنى مالوريزمون. دونك فينالمون غنتمناو انه تمشي الامور كما كاملين كنتمناو، لانه انا ما كنظنش باللي ما كاينش شي واحد ما كيتمناش المنتخب يدي لاكوب، واخا يكون كيختلف مع المدرب، واخا تكون اي مساله ما كنظنش باللي كاين شي واحد ما باغيش نتهم شي واحد بهذه المساله، واخا البعض كيبين هذاك اللي كيبغي يبين انه راه باش نديرو لاكوب كاملين نحتفلوا. وإلا ربحتي كاس افريقيا ما عمرك شفتيها 50 عام، جداد كلهم ما شافوهاش، باك ما شافهاش. ما تقولش لي انا ما نحتفلش. شي مشكله دريس دابا في كاس العالم صاحبي راه ربحنا بلجيكا، لقيت دابا هذا الشيء لقيت المغرب كله خرج صاحبي. تقول لي انا كاس بنادم كيحتفل انا البارح بغيتوه فورغول لقيت بنادم كيحتفل. لا خليه، شوف بنادم باغي يفرح. انا نتفهم هذه المساله هذه، والله ما انا ما كنزايد على شي واحد. سير فرح اخويا. ودابا المشكل ولكن غا قيس اضربوا قيس. المشكل دابا فين كاين هو هادشي ما كيتجسدش في التيران، في ذاك الجمهور اللي كنشوفوا في لي ماتش المنتخب كيبان لك الجمهور بهذا المعنى بارد. البارحه كتشوف المنتخب. شوف المشكله ديال انا نقول لكم مازال ما جبنا النقطه هذه ونديروا لها واحد شويه. الجمهور اللي كاين، نوعيه الجمهور اللي كاينه ماشي ما عندهاش ثقافه التشجيع، بغينا ولا كرهنا هذا واقع وخصنا نتعاملوا معاه. راه ما يمكنش تبدلهم. راه بحال الشكل ديال المنتخب، اللعابه اللي كاينين دابا ما غتبدل حتى شي واحد، ما غتزيد حتى شي واحد. يعني ما غيتزادوش مثلا جماهير اخرى. يعني هذا واقع غادي تتعامل معاه، ما كاينش مشكل. فبالنسبه لي انا الحل الواحد اللي كيبان لي هو انه خاصنا نتادابطاو ونشجعوا هذوك اللي كيمشيو، اللي كل واحد كيمشي مثلا. هذا هو دير كما كطالب المنتخب انه يزيد في النيفو تاع الجمهور. راه هادشي اللي طرا. راه مور مثلا الماتش الاول بشويه راه نقدروا نشوفوا. مور مثلا الماتش الاول شفنا مجموعه من الرسائل ديك الساعه في السوشيال ميديا كطالب الجماهير اللي كتحضر التيران او يتفاعلوا مع كل اكسيون كاينه. راه الجمهور ماشي كنقول لك انا لا الجمهور ديال اكادير ولا ديال كازا ولا ديال مراكش، انا كندوي معاك يعني المساله ديال الجمهور كجمهور. ملي يدخل المنتخب الوطني المغربي للتيران كتشوف كل اكسيون كيتفاعل مع الجمهور، كل كوفرون كيفاش كيتفاعل معاه، البارا كيفاش كيتفاعل مع الجمهور، البيت يعني داك التفاعل اللي كيخلق داك الحماس. الادفيرسير فاش كيشد الكره كيفاش كتعامل معاه، هادشي هو اللي كيخلق لك يعني داك الحماس في الماتش وكتعطيك الدافع للاعبين اكثر. ما يمكنش نتكلم بزاف على هذه المساله لان عمر تكلم قال شنو كاين. هو الخاص الا ما كناش نقدروا نبدلوها بونطون لا كوب دافريك كنتمنى شي حاجه تجي وتبدل، لانه
ما بغيتش تشكل عندنا هاد الطائفه من المشجعين ديال الجمهور المغربي لانها تبدلات من 2018 2022 لا بدات دابا كتبدل بشويه تبدلات بشويه داكشي بدا من كاس بدا العالم بكاس العالم باش نكونوا صريحين والامر واش تشوف راه حتى نوعيه الجماهير راه تكون شو- محتوى راه هادشي راه غير عطنا اكزومبل واحد المثال. تاريخيا راه نوع الجماهير اللي كدخل المنتخب ماشي اللي كتدخل الانديه لا هو هذاك الشيء اللي بغينا هادشي نعطيك ما عندوش. التشجيع كان لا يعني شوف. كان ديك الحماس عرفتي كان ديك الدفاع عرفتي انا مثلاً. باش درت تقييم لهذه المساله هذه بشكون كيقلب على تشيكا شكون كيقلب على تشيكا انا اللي كيسولني زعما صحابي اللي فريمون باسيوني بالكره مشجعين ديال الانديه في المغرب انديه كبار باسيوني بالتيران ما كيقلبوش على تشيكا انا واحد ولكن منهم ما مشجع كيقلبوها. ما عرفتي شكون تفرجش كيسولني على الحاجة، تشيكا نفس الحاجة. والله لا زعما ولكن اللي كيسولني الدراري- على تشيكا ماشي باسيوني بهذا المعنى بزاف ملي كيسولوا ولكن كاين اللي يعتبر هذا مثلا اقصاء مثلا اللي كنت ماشي اقصاء مني ولكن باش نكونوا واقعيين الاقصاء هو انه الاولويه خصها تكون للناس اللي باسيوني خاص كل واحد يكون في بلاصتو ولكن شنو ماشي السبب اقصاء زعما شنو السبب في نظرك السبب هو انه لي ماتش ديال المنتخب ولاو البعض ما كيشوفوهمش دي ماتش عاديين ولا كيشوفوهم باش يتباهوا واش كاين اللي كيشوفهم كيدخل كيخرج منهم كونتوني كل كاين واحد الدراري- كيخرج كيشوفهم هي دخلت دابا هذا الشيء نقدروا ناخذه من الجانب السلبي ولكن راه في نفس الوقت عنده واحد الجانب ايجابي راه مورا الطفره اللي وقعت في 2022 راه ولات عندنا واحد الثقافه كرويه نوعا ما ديال الناس في الدار ولاو كيتفرجوا في لي ماتش راه انا الوالده قبل كاع ما كانت كتفرج في ماتشات المنتخب كاين بزاف دابا ديال كيقرب ماتش المنتخب كتصوني لي الو عمر بغيت نشد الماتش كندير فهمتي خواتاتي هما كيتفرجوا في لي ماتش المنتخب يعني ولات واحد الثقافه كرويه نوعا ما ولا الناس دابا ولاو ولكن كيتفرجوا ما كايناش ثقافه التشجيع راه نسطروا عليها تماما ديال هادشي متفق معاك وهذه هي اللي هذيك ديال الجمهور المغربي دابا راه هنا فين كاين الفرق الجمهور ديال التيران والجمهور اللي كيمشي يتفرج في القهوه والجمهور اللي كيتفرج في الدار دابا الجمهور اللي كان كيتفرج في التيران شحال هذه رجعنا غير نعطيك واحد الماتش ريفيرونس للتشجيع لكره القدم في الماتش المنتخب الماتش ديال الار دي سي في كاليفيكاسيون ديال لا كوب دي موند كيفاش ضغطنا على المنتخب الار دي سي وكيفاش ربحنا انا برا نقول لك واش فهمتي؟ متحيز واش فهمتي؟ راه شوف انا بان متحيز ولكن سمحوا لي الجمهور اللي كيدخل او كازا فيها واحد الاحساس انا ما كنتش عايش في كازا شحال هذه ولكن ملي عشت فيها هاد 5 سنين الاخرى ودخلت للتيران ما مره ما جوج راه ودخلت تيران اخرين راه ماشي نفس الاحساس انا ما فهمتش كازا فيها شي احساس اللي كيخليك انك اوتوماتيكمون غاتشجع لا دابا فهمتي؟ لا راه أنا ما حتى عارفش داك واش داك تشوف التواجد ديال جوج فراقي في المدينه وداك الجمهور اللي بجوج عايشين في المدينه وحدهم كيفاش كيتفاعلوا راه داك الشيء كيخليك انك داكشي اللي كنتاسف ان المنتخب ما بقاش كيلعب في ميم كاس با الدراري انا بالنسبه لي اكثر ماتش ريفيرونس في التشجيع هو الماتش ديال المنتخب والغابون 2017 هو هذاك هو اكثر ماتش هذاك راه ريفيرونس شوف، للمنتخب هذاك راه المغربي كاينش اللي كان على المنتخب كنذكر التصريح ديال حكيم زياش قبل منه باش ما نظلموش حتى الجمهور ديال الرباط الماتش ديال مالي حتى هو بيان سور ماتش ديال مالي ماتش مالي لا 0 راه انا كان فيه بالنسبه واحد التشجيع لي خيالي ماشي كيسيون ديال المدينه اكثر ما كيسيون حتى ديال نوعيه الجمهور اللي ديال الجمهور غا هو الا جيتي لكازا غتلقى الجمهور الاصلي باقي العكس مدن اخرى وبالتالي هذه المساله الا ما تقاداتش دابا في كوب دافريك طال الزمان ولا قصر خصها تبدل خاصنا نرجعوا ليدونتيتي الهويه ديال المشجع المغربي اللي لطالما كان كيلعب دور كبير في الانتصارات اللي كيحققهم المنتخب الوطني المغربي ولا حتى الانديه ديالو حيت هذيك ومن لي بوين فور عندنا ومن الاسلحه ديالنا ما يمكنش نتخلاو عليها خاص البعض هاد البطوله سواء تزيد الدراري كنوصلوا ديك هذا هذه رساله مفتوحه نحو الناس اللي كتفرج سواء حاول تكتسب ديك الثقافه سواء حاول تنسحب بهدوء عادي راه ممكن تفرج صاحبي في الدار ما كاينش مشكل ولا سير في لي ماتش اميكو عادي ولي ماشي ماتش مشكل كاين الماتشات المهمه حاول شي ملي كنوصلوا الدراري ديك المرحله ديال المدرب كيجي كيخرج وكيقول لك الله يرحم باله والدينا راه كندوي مع اللعابه وكيسمعوني في التيران عافاكم شجعونا فهمتي كتوصل لهاد المرحله ديال المدرب كيخاطب الجمهور عافاكم شجعونا في التيران راه صافي فهمتي راه كاين واحد النقطه واش غنختموا فيها ديال انه راه ماشي كنقولوا الجماهير شجعوا راه هما اللي هو اللي غيماركي بلاصه مثلا لا دياز ولكن يكون عندهم تاثير كبير في الماتش ولكن راه شوف راه الا ما كانش راه يقدر يكون عندك الجمهور انا سمعتها من مشجع حقيقي زعما مشجع كيسيبورتي ماشي كيتفرج كاين فرق ما بين مشجع كيتفرج دير لك الناس خلينا نتفرجوا ولا كيسيبورتي راه كاين فرق داكشي اللي كنقولوا ثقافه التشجيع شكون كتكون عنده ثقافه التشجيع هذاك المشجع او هذاك اللي ماشي متفرج مشجع كاين فرق ما بين هاد الجوج متفق هادو اللي كيجيو اغلبيه بليبار ما نقولش كل شيء لانه كاين وحدين كيديروا مجهود البليبار اغلبيه داك 60000 غتلقى الاغلبيه منهم راه متفرجين ماشي مشجعين كتلقى واحد شويه منهم مشجعين
حنا بغينا غير 50%. اسيدي حنا ديرونا غير فيراج في اللور غير 50% يتجمعوا فيه الجمهور اللي غيضغط بشويه بشويه كاين هذا ويشجعوا، فهمتي؟ لا كاين هذا ولكن المسألة. ما بغيناش بغيناش كما كاينش لا، داك المنتخب كاينش غير ديك التيران يكون دايره الدراري. ما كاين لا، ولكن نمشي معاك انا مثلا لي ماتش ديال الانديه مثلا غير الوداد ولا الرجاء كيكون داك الفيراج مثلا اللي كيكون عند الوداد ولا الرجاء هو اكثر منطقه كيكون فيها التشجيع، واخا كيتفاعل التيران كامل كيسير التيران كامل. ولكن انا هو ديك المايسترو ديال سميتو متفق معك. انا نمشي معك مثلا غير الانديه اخرى مثلا بحال المغرب الفاسي مثلا، فاش كتكون في التيران ديالهم كيكون داك الجمهور راه فوا كتدخل راه كيضغط عليك حتى هو، فهمتي؟ راه مختلف الانديه المغربيه، حنا عندنا الثقافه ديال التشجيع في الانديه وكانت عندنا في المنتخب، ولكن فقدناها وراء 2022. كنتمناو ان شاء الله كنتمناو حتى الديسكور ديالي يتفهم بطريقه مزيانه، حيت راه ما كنحاولوا نقصاو حتى واحد. لا الهدف هو شوف أن ثقافه المنتخب التشجيع، شوفها باش نشرحوا ثقافه التشجيع راه ماشي كتولد من عند الناس او كتولد عندهم من الصغر، راه تيكتسبوها مكتسبه، يعني راه تقدر تكتسبها تكون شغوف بالكره باش تكون عندك ثقافه التشجيع. وعادي راه فهمتي. ومساله اخرى نزيدوها حتى هي خصها تكون في ثقافه التشجيع، راه عادي المنتخب يكون خاسر، هذيك الوقيته اللي خصك تضغط، اما المنتخب رابح غير جلس، حيت هو ما محتاجك في ديك الوقيته، هو محتاجك في اللحظات الصعيبه. راه هذه هي ثقافه التشجيع اللي غتكتسب، اللي بنادم اللي ما عندوش اللي كيتفرج بزاف في المنتخب تولي عنده، خصوصا في الماتشات المهمه لان حنا غنحتاجوها. اما في الماتشات عاديه ما عنديش مشكل، نقدر نغمض عيني في ماتشات مثلا. شحال من مره كانوا الانديه غاديين فهمتي يعني مجموعه من المشاكل عندهم وجا الجمهور طلعهم. نعطيك مثال بالوداد 2022 الماتش ديال الزمالك والوداد راه ديك الوقيته راه كانت روينه تاع الوليد ركراكي ديك الساعه في السوشيال ميديا كلشي كيطالب بالرحيل كذا. اون فوا دخل داك الماتش ضد فريق الزمالك والزمالك ماركاو من الاولين، واحد الضغط ما يمكنش ديك الساعه على الزمالك 3-1. كاين اختلاف كبير المهم باش نسدوا هذا النقاش. نبقاش وقت بزاف، غنحاولوا نطرقوا لبعض النقاط ديال المنتخبات الاخرى. شنو اللي بان لكم بشكل سريع؟ شكون اللي بان لكم المنتخبات اللي تقدروا تقولوا انا غتمشي بعيد؟ عمر. انا بالنسبه لي لحدود اللحظه في المسابقه شفنا المنتخبات اللي كما كنقولوا حنا مرشحه بادين مزيان المسابقه ديالهم. الحديث على منتخب السنغال، الحديث على منتخب نيجيريا، الحديث على منتخب نوعا ما منتخب جزائري هو اللي كيبان غادي مزيان في الكومبيتيسيون. نعطيك السنغال، مصر ونيجيريا منتخبات اللي صراحه كنشوفهم غاديين مزيان في الكومبيتيسيون، يعني في دور المجموعات. اما الدور الثاني راه مختلف تماما على دور المجموعات. يعني انا كندوي معاك بناء على داك الشيء اللي شفتو في دور المجموعات كيبان لي الثلاثي اقرب يعني للترشح. المنتخب الجزائري كما شفنا ممكن انه يكون طاح في واحد ديك 3 ديال الانتصارات كما سميتو قبيله خادعه، ممكن لانك واجهتي منتخبات بحال بوركينا فاسو لأن الجزائر كتنتظرها ثاني المجموعه تماما اللي فيها السنغال والكونغو، وغيواجه منتخب مع التصنيف الاول، ومره تعذبوا نوعا ما مع منتخب بوركينا فاسو. باش غيدوزوا للدور الثاني غيلقاو داكشي علاش الاختبار او شوف الملامح غتبدا تظهر في الادوار الاقصائيه. شي دور 16 تعاود سولنا السؤال ديال شكون غيديكم في افريك مور ما يسالي ديك الساعه غيكون الجواب واضح. ولكن المؤشرات كيبانوا الملامح ديال المنتخبات اللي ممكن تمشي بعيد من دور المجموعات. واخا ما راه حنا في 2019 كون يعني ملي سال دور المجموعات راه كنا حنا المرشحين الاولين للمسابقه من سنه 9 النقاط. اوكي مهدي. المنتخبات التقليديه ديال القاره كلها عطات اشارات ايجابيه باستثناء المنتخب التونسي. دونك علاش المنتخب التونسي؟ المنتخب التونسي لانه خسر الماتش ديالو ضد نيجيريا. الرياكسيون اللي دار زوينه. لا رياكسيون اللي دار شنو الاسباب ديالها؟ فقتي في الاخر ديال الماتش اللي كيبان باللي الستاف ديالك فاق بطريقه اللي ماشي مناسبه. عرفتي الماتش ديال اوغندا بالنسبه لي بالعكس، انا في اوغندا بالعكس كانوا عجبوني بديت كنتفرج، ولكن من بعد فاش خسر ذاك الماتش كتبان ان الحكم انه غيكون مع نيجيريا يعني متواضع. ولكن في هذا الماتش ديال نيجيريا مادام ذكرتي تونس، المشكل ديال تونس انهم بداو مزيان، بداو سوليد، ما خلاوش لي سباس الاوسيمين والكمان هذه. شنو وقع لهم في واحد الوقيته طمعوا فهمتي؟ واش كانت هي سذاجه من الستاف؟ واش السلاح خص تخدموا المنتخب النيجيري؟ ممكن، حيت في واحد الوقيته المنتخب النيجيري في البدايه قبل ما يماركي داك البيت الاول راه لقى صعوبات بزاف. متفق معك. واش ممكن انه بغى يزرع عنده المنتخب التونسي باش يخلي ليه سباس؟ لانه من بعد ما هذيك المحاولات اللي داروا واحد 2 محاولات ل 3 من بعد تما فاش ضربوهم بالبيت. ولكن كيبقى المنتخب ديال المنتخب التونسي حتى في ماتش اميكو ديال قبل الكان كان كيتعامل بسذاجه مع بعض القرارات اللي خلاني ما نذكروش من دور المجموعات. قدروا نشوفوا وجه اخر، ولكن هما راه تيطلعوا هما معروفين بهذه المساله هذه. كنتمنوا لهم التوفيق دايوغ
الجماهير التونسيه اللي كاينه هنا خالقه الحدث بقوه في جميع كازا الجماهير البارحة. العربيه بيان سور جميع الجماهير العربيه وحتى الجماهير الاخوان ديالنا ديال افريقيا جنوب الصحراء باش نرجع للمرشحين. باش نضيق شويه لائحه المرشحين. كنت المنتخبات اللي ذكر عمر كلهم مزيانين ولكن كل منتخب عنده ايجابيات وعنده سلبيات. الكاميرون بعد الماتش اللي داروا ضد كوت ديفوار وليت كنشوف اللي منتخب قوي، منتخب يقدر يمشي بعيد. وشوف خاف من الكاميرا خاف بزاف من الكاميرون حيت راه نفس المشكل داروا في 2017 فين داو الكوب، جاو بمشاكل لعابه ما بغاوش يجيو عندهم ودخلوا بحال هكا بهذه الطريقه دي جون أنا شخصياً توصلوا فينال وربحوا. راه ديك الساعه بالنسبه للاكان كنت نقول الكاميرون غيطيروا من دور المجموعات. لا عندهم عناصر لا كنقول الا كتشوف العناصر اللي عندهم عناصر دي جون مزيانين اصاحبي عندهم ولكن الثقه اللي ما كانش ديال عندهم الميليو تيران ديال برايتون حتى هو كاين باليبا عندهم ديك المهاجم ديال ليفانتي حتى هو مزيان. دونك الكاميرون كوت ديفوار ايضا. كوت ديفوار الحاجه الوحيده اللي تقدر تخونها وسط لا كومبيتيسيون هو البون دو توش ديالها. سينون ليفيكتيف لي 11 ديالها مزيانين. الماتش الاول ديالو كان شويه صافا. انا بالي صافا الماتش الوسط ميليو صافا ميليو رائع. غا هو البون دو توش ديالهم كما قلت يقدر يخونهم. نيجيريا بيان سور حتى هما منتخب مزيان. والجزائر مدرب نمسا اتونسيون من بيتكوفيتش. الطريقه باش دايره الماتش ديال بوركينا فاسو خلاتني نحترمو بزاف حيت احترم الامكانيات ديالو ما طمعش ديك الطمعه اللي طمعوا منتخبات اخرى وتقربوا. دونك هذوما المنتخبات بيان سور بالاضافه لصاحب الارض والجمهور واحسن افكتيف واحسن منتخب في العالم. منتخب ما ذكرتيش مصر مرشح فوق العاده ما نحتاجش نذكروا منتخب مصر كتحس به ماشي غنسميها زهر ولا شي حاجه ولكن كتحس عندهم دوك الجينات ديال كاس افريقيا. المنتخب اللي غيدخل الدم عنده ما عندهمش يقدر يدخلوا ما عندوش ليفيكتيف كذا كيدخل للتيران. هو لا اظن ان انا لا اظن ان مصر تقدر تربح واحد من المنتخبات ديال الصف الاول. ماشي ما كنتحدثش على المنتخبات العربيه كندوي على الكوت ديفوار كاميرون نيجيريا. كنظن بلي هاد المنتخبات هادو يقدروا يربحوا المنتخب المصري حيت مصر عندها ثغرات بزاف في ليفيكتيف ديالها. ولكن كما ذكرت كيعرفوا يربحوا كيعرفوا يدخلوا اللعب مع الاكسترا سبورتيف ويخرجوا بداك الشيء اللي بغاو وبالتوفيق للمنتخب المغربي بطبيعه الحال. المهم باش نختموا بغيت التوقع ديالكم المشوار. ما نقولش الماتش الجاي لانه ما نجي نقول لك راه مضمون ولكن ماشي شي حاجه ما كاينش مضمون. ما نقولش لك الماتش الجاي عموما باش ناخذوها زعما فيديو نشدوا عليكم. التوقع ديالكم المنتخب اي تلاش غيوصل زعما واش عنده امكانيه انه يفوز باللقب عمر؟ اكيد كاينين كاينين امكانيات باش نديو اللقب ديالنا ولكن غنتعذبوا بهذا المعنى. غنتعذبوا ديال بصح في الادوار الاقصائيه غنواجهوا منتخبات صعيبه نقدروا نمشيو برولوغاسيون بينالتيات غنتعذبوا ديال بصح. ولكن انا تايق زعما في المنتخب الوطني باللي غنمشيو لابعد نقطه وان شاء الله غنكونوا في النهائي. ما نقدرش الدراري نقول شي حاجه من غير اننا غنهزوا لاكوب. علاش ما ميم راسي انا زعما ما كيتخيلهاش. دونك هاد المساله اللي كنقولها مزيج ما بين العاطفه وحتى شنو عندنا باش نكونوا واقعيين. عندنا جميع الامكانيات باش ناخذوا لاكوب في البلاد ديالنا. دونك ان شاء الله شوف تابعينا دي ماتش اللي ما غنساوهمش حياتنا كامله ان شاء الله. دي ماتش اللي الادرينالين غيطلع فيهم مع هاد الشتاء وهاد البرد. كنظن باللي هاد الايامات غيبدا يجينا الحنين لهم من بعد. دونك ان شاء الله غناخذوا لاكوب. شكون هي حكيمي ولا سيس الدراري؟ سيس ما يدير والو. غنديو هذيك الساعه بجوج بحال هذيك ديال الحمد لله ديك ديال الجيم بحال هذه الحمد لله حريمات الزوج. المهم ماشي مهم شكون غيهز المهم يتهز. نشكركم الدراري على الحضور ديالكم. هادي عمر شرفتوني بالحضور ديالكم. الشرف لينا اخويا دريس والله. الحضور معك اليوم كان جميل جدا. نتمنى انه الناس اللي كيتفرجوا يكونوا استمتعوا بالنقاش وكل شيء في اطار ان شاء الله لاكوب ان شاء الله ديالنا. ان شاء الله نتمنى نختموا بالتتويج ديال المنتخب الوطني. وكنشكروا الناس اللي تبعونا في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله تكون عجباتهم وحنا سعداء اكثر اننا كنا معك اليوم. الله يحفظك اخويا عمر. شكرا لكم وماشي اخر مره بطبيعه الحال تكونوا حاضرين معنا. الباب مفتوح لكم في اي وقت. شكرا لكم الدراري. شكرا لكم مشاهدينا لكل من تبع وتتبع هذه الحلقه هذه. نتمنى نكونوا خفاف الظراف عليكم ونتمنى المنتخب الوطني يتوج بها. وباقي كنقولها عندي ثقه كبيره في المنتخب الوطني بالرغم من هذه الهزات اللي طرات لينا وخصوصا في ماتش ديال مالي. نبغي نقول لكم بقاو متفائلين. المنتخب كاينه الامكانيه غيبدا يطلع النيفو بشويه وهادشي اللي كنتمناو وهادشي اللي كنا كنتمناو قبل البطوله. فغيجيونا ماتش صعاب ولكن في النهايه
عندي ثقه كبيره ان المنتخب الوطني غادي يتوج بهذا الكاس افريقيا ونجي نحتفلوا به هنايا في بودكاست دقه. فشكرا لكم ونتلاقاو في حلقه جديده من بودكاست دقه. السلام عليكم.